طمني يا عم أيوب بكلامه. الناس الكبيرة أغلب الوقت بيكون كلامهم مريح. سألته عن الخناق اللي بسمعه من الجيران عنده في البيت، وليه كل يوم الصبح بيتخانقوا كده؟ أكيد هيكونوا مصدر إزعاج. استغرب عم أيوب كلامي وبصلي بصة غريبة، وقال لي بهدوء وهو باصص في عينيا: مفيش حد ساكن في العمارة من أكتر من سنة. مشيت من قدام عم أيوب فورا من غير ما أقول له أي حاجة، ورحت ناحية بيتنا، وكالعادة بصيت يميني وشمالي قبل ما أفتح باب العمارة. ما لقيتش حد، ولا حتى عم أيوب اللي كنت واقف بتكلم معاه. بصيت في ساعتي لقيتها قربت على 3 العصر. فتحت الباب وطلعت على الشقة ونورت كل أنوار الشقة. افتكرت التورتاية اللي كنت لقيتها قدام الباب، ففتحت التلاجة ومسكت العلبة وفتحتها. لقيت التورتاية ناقصها حتة. ترجمت بسرعة اللي حصل. أكيد لما أمي وأختي رجعوا من السفر فتحوا التلاجة ولقوا التورتاية، وأختي أكلت منها فتعبت. قفلت العلبة ورميتها في الزبالة، واتضايقت إني ما رميتهاش في الزبالة من ساعة ما لقيتها. بس أنا برضو ما كنتش عارف إنهم هيرجعوا بدري وإن كل ده هيحصل. كان لازم ما اسيبش كل اللي بيحصل ده بدون تفكير ولا تفسير. علشان كده كلمت دكتور نفسي صديق ليا، وأخدت منه يومها ميعاد للمقابلة. جالي صداع شديد جدا، مش عارف ده من التفكير ولا من الجوع. أنا ما حطيتش لقمة في بقي من أول اليوم. كلمت أمي عشان أطمن عليها تاني هي وأختي، وقلت لها إنها لازم تاكل حاجة عشان ما تقعش من طولها. طمنتني وقالت لي: خلي بالك من نفسك أنت. نزلت من البيت علشان أروح لعيادة الدكتور صاحبي، وأكلت أي حاجة وأنا ماشي. ولما وصلت للعيادة قابلني بالترحاب، وده خلاني أحكي له كل حاجة حصلت، والطيف اللي شفته والتورتاية وأختي اللي تعبت. وسألته لو هو مؤمن بالعفاريت والكلام ده. رد عليا بيقين شديد إن أي حاجة غير خاضعة للعلوم ملهاش أساس من الصحة، وإن الكلام ده خرافات بيضحكوا بيه على العيال الصغيرة، والمفروض إن احنا كبرنا. قال لي إني محتاج لأجازة وراحة، وإني محتاج أقابل ناس بحبهم من أصحابي على أمل إني أفك معاهم. وما سابنيش إلا وأنا بفتح الإيميل بتاع الشغل وبطلب أسبوع أجازة من المدير. وكمان كتب لي على شوية أدوية، مش عارف دي أدوية إيه، لكن أنا بثق فيه. رجعت من عنده وأنا مطمن، وفي الطريق جبت الأدوية، لكن ما كنتش عايز أرجع البيت يومها. فكلمت أصحاب ليا علشان نتقابل على قهوة، ورحت على القهوة استناهم وطلبت قهوتي. ولما جم اتكلمنا في مليون حاجة. كانوا وحشني أوي، وهموم الدنيا كانت واخداني عنهم. لكن وأنا قاعد حصل حاجة ما ينفعش كانت تعدي عليا بسهولة. جنبنا كان في ترابيزة تانية قاعد عليها مجموعة شباب، ودخل عليهم 2 شايلين على ايدهم تورتاية وبيغنوا أغنية عيد الميلاد لصاحبهم، لحد ما وصلوا الترابيزة وكملوا الأغنية وقعدوا كلهم سوا. التورتاية اللي معاهم كانت شبه التورتاية اللي لقيتها قدام البيت. قمت على طول وسألت اللي شايلها من غير حتى سلام: جبتها منين دي؟ عرفت إنهم جايبينها من محل حلويات قريب، وإنها معمولة عمولة بالطلب يعني. وسألته على مكان المحل وعرفني العنوان. كان ذوق جدا الحقيقة، وده خلاني أسأله ليه اخترتوا شكلها يكون شبه الشنطة. عرفت إن صاحبهم فتح محل جديد لبيع الشنط، فكانوا بيحتفلوا بعيد ميلاده وبيباركوله. ساعتها تداركت إني قطعتهم عن مناسبته، واعتذرت لهم على أسئلتي الكتير، ووعدت صاحبهم إني هروح أشتري شنطة من عنده، لأني فعلا كنت محتاج أشتري شنطة بدل اللي اتقطعت مني. ورحب بيا: كل سنة وانت طيب. رجعت تاني لقعدة الصحاب، واستغربوا مني نوعا ما، فعرفتهم إني بمر بأزمة وأوقات بشوف حاجات غريبة. وعرفتهم الكام يوم اللي فاتوا شوية من اللي كان بيحصل لي. واحد فيهم قال لي إن أكيد اللي بيحصل ده مش من فراغ، وإن أكيد قريت حاجة غلط وبتخيل، أو عملت حاجة غلط فعملت لعنة عليا أنا وعيلتي. حسسته إنه مهتم برأيه، لكن في الحقيقة أنا ما اهتمتش للكلام ده. وافتكرت كلام الدكتور صاحبي، وإن لازم كل حاجة تكون خاضعة للعلوم علشان تكون حقيقية. الساعة وصلت 10 بالليل. الوقت الحلو بيمر بسرعة، لكن كل واحد قرر يرجع يشوف وراه إيه، على وعد إننا نتقابل تاني.
اتحركنا كلنا، وفي الطريق كلمتني أمي عشان تطمني إن أختي فاقت وبقت أحسن، وإني منساش آكل حاجة لما أوصل البيت. وصلت الأول الشارع عند بيت عم أيوب، وبصيت على المكان اللي كنت بسمع منه الخناق قبل كده. ما سمعتش صوت، والمكان كان مضلم، محدش ساكن. لكن لقيت القط الأسود واقف مكانه على باب العمارة. المرة دي رحت وهشيته، وكنت ببصله نظرات قوية وكأني عايز أتخانق معاه، ولو إني بحب الحيوانات في الطبيعي. لكن يومها ما كنتش عارف مالي ولا أنا بعمل كده ليه. معقول هعمل عقلي بعقل قط؟ طلعت بيتنا أنا تعبان من أول اليوم، بس كنت واخد قرار مهم، إن لازم أسيب الشقة والمكان في أقرب فرصة.